هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأول شيء نبدأ به في الوضوء التسمية، بسم الله. ثانيا بسم الله، نغسل اليدين إلى الرسغين، ونخلل بين الأصابع، ثم نتمضمض، ثلاث مرات، ثم نستنشق، ويسن السواك عند الوضوء عند المضمضة. ثم نغسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين. اليمنى أولا، يجب أن نستوعب المرفقان هذا المكان، ثم اليسرى، ثم نمسح الرأس هكذا، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ ماء جيدا نمسح الأذنين هكذا مرة واحدة، ثم نغسل القدم اليمنى، نخلل بين الأصابع إلى الكعبين، وهذان هما الكعبان، ونلاحظ وصول الماء لهذا المكان. ثم اليسرى نفس الكلام، نخلل بين الأصابع، ونستوعب الغسل حتى فوق العظمتين، وبهذا يتم الوضوء ولا مانع من التنشيف بتاعت الطاقية. وفي حال ما كنا نرتدي العمامة أو المرأة ترتدي الحجاب، لا مانع من إزاحة الحجاب شيئا يسيرا، ثم نكمل فوق العمامة أو فوق الطاقية على هذا النحو. في حال ما إذا كنا سنمسح على الجورب ولبسناه على طهارة، نبل يدنا بالماء ثم ننفضها ونمسح هكذا مرة واحدة على مشط القدم، واليسرى هكذا مرة واحدة على مشط